بسم الله الرحمن الرحيم. ترى مو كل حب حرام، في حب جميل. يوم من الأيام امرأة تجلس مع زوجها 21 سنة تدعو زوجها. هذا الحب العفيف الحين نسميه حب عفيف، حب طاهر، حب شريف، حب يؤجر فيه الإنسان. قالت الزوجة حق زوجها: ليش ما تطلع يوم من الأيام تتعشى مع فلانة؟ الزوجة تقول حق زوجها: اطلع مع وحدة. من هي الوحدة؟ مو زوجته ولا أخته ولا بنته. تقول: ليش رايك تطلع مع فلانة؟ ما شفتك مرة بحياتك طلعت وياها. تعرفون من هذه؟ أمه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. قالت له: ليش ما تطلع وياها؟ أنا في حياتي ما شفتك تطلع ويا أمك. رحلة طلعة، ادعوها لمطعم على الأقل تعشى وياها. قال لها: اي والله تصدقين فكرة. كأن ناسي أمه 21 سنة ما يدري عنها. شوف العقوق. يقول: فاتصلت على أمي في ذلك اليوم. قال لها: يا أماه. فسلمت عليه. قال لها: شلونك؟ طيبة؟ الحمد لله. ما رأيك لو نطلع الليلة؟ خافت الأم. يا ولدي فيك شيء؟ لا الحمد لله ما فيني شيء. أولادك فيهم شيء؟ والله طيبين ما فيهم شيء. زوجتك؟ والله بخير يا أمه. مو مصدقة، مو ولدي هذا وحده. يا أمه الليلة أريد أن أخرج معك. يعني شنو؟ مو مصدقة. قال لها: أبي أطلع أتعشى معك. يعني إيش رأيك؟ ما رأيك؟ أنا أطلع وياك يا ولدي. طبعا أمه أرملة، أبوه قد توفي قبل 19 سنة، واليوم بعد 21 سنة من زواجه تذكر أمه. قال لها: يا أمه أنا مشتهي أتعشى معك برا، إيش رأيك؟ قالت: والله أسعد لحظات حياتي، نطلع نتعشى برا، هذه أحلى لحظة. قال لها: الليلة الساعة الفلانية سوف أمرك. وإذا بالأم تتجهز من أول الليل منتظرة ولدها بفارغ الصبر. يقول الولد: فلما مررتها في البيت، يقول أول ما وصلت البيت رأيتها عند باب المنزل واقفة. يقول: المرأة العجوز تنتظره عند الباب. يقول: فلما وقفت أسرعت وركبت معي في السيارة. يقول: نظرت إليها تقول وهي فرحة، وهي تضحك وتسلم علي وتقبلني وتقول لي: يا بني لا أحد من بناتي ومن أقربائي ومن جيراني إلا ويعلم أنني خارجة معك الليلة. نشرت الخبر مع كل الأهل. مصدقة. تقول: والكل ينتظر أخباري، شو يصير معي في هذه الليلة؟ شوفوا، تخيلوا لما الولد يتذكر منه. ماذا أقدم كي أرد لك الجميل؟ 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 وكيف أحصي بعض خيرك أو أوافي؟ وهو الكثير لحجم أسرار الحياة وطول أبعاد المرابع والمنافي. يقول: فلما ذهبت، يقول في الطريق أتحدث مع أمي، نتذاكر أيام الطفولة لما كنت طفلا، نتذكر الماضي. يقول: وصلت للمطعم. يقول: تفاجأت أن هذا الثوب الذي تلبسه أمي هو آخر ثوب اشتراه لها أبي.
ثوب صار له 21 سنة خاشته، ما ضيعت هذا الثوب من 19 سنة. يقول لاحظت هذا. يقول فلما جلسنا في المطعم جاءنا الخادم يقول أعطانا لائحة الطعام. يقول أخذت أقرأ وأشوف أمي تقرأ وتطالعني، أمي تقرأ وتبتسم وتشوفني، ما تنظر للائحة تشوفني أنا. يقول فعلمت أن أمي لا ترى عدل، ما تشوف، أمي عجوز ما تقرأ، ما تستطيع القراءة الآن. يقول فقلت لأمي تريديني أن أقرأ لك الطعام؟ يقول فابتسمت وقالت نعم، ثم قالت لي أتذكر وأنت صغير كنت أقرأ لك لائحة الطعام، الآن ترد الدين يا ابني، الآن أنت تقرأ لي لائحة الطعام. يقول فقرأت لها وكانت أسعد لحظات حياتي. وهل الذي يدك الجميلة فوقه كالنور يقدر أن يسد وأن يكافي، فلكم سهرت مع النجوم لكي أنام، وعلى لسان الطير كم غنيت لي أحلى القوافي، كانت تموج الأرض، كانت تموج الأرض حتى ترتخي مثلي على قدميك، تمسح دمعك الصافي. يقول جاءنا الطعام أكلنا. يقول أمي ما تأكل فقط تنظر إليه، وسعيدة من شدة سعادتها ما تشتهي الطعام. يقول وبعد أن انتهينا ونرجع إلى البيت يقول كيف كنت غافلا عن أمي طوال هذه السنين، ما شعرت بهذا الحب إلا هذه اللحظات. يقول وبعد هذه السنين يقول لما رجعتها للبيت قلت لها يا أماه ما رأيك بليلة ثانية؟ قالت مستعدة، في أي ليلة تطلبني يا بني؟ بشرط المرة الجاية علي أنا العشاء. قلت لها لا بأس. يقول مرت الأيام، شغلت في العمل، شغلت بالتجارة. يقول مرضت أمي وهي ناطرة هذه الليلة لكنها مرضت. يقول اشتد مرضها، ظلت أشهرا بالفراش، أنا منتظر تصير زينة عشان نطلع يلبي لها الوعد. يقول اشتد مرضها في آخر الأيام. يقول توفيت أمي وما خرجنا مرة ثانية. يقول وبعد أيام، بعد أيام اتصل علي رجل قال لي هذا تليفون فلان؟ قلت نعم. قال أنت فلان الفلاني؟ قال نعم. قال له وياك المطعم، مطعم فلان فلان. قلت خير إن شاء الله. قال له أنت معزوم مع زوجتك على عشاء مجاني. أنا وزوجتي. ليش؟ قال والله الحساب مدفوع عشاء كامل أنت وزوجتك. يقول تعجبت. يقول لما ذهبت رأيت رسالة كتبت لأجل أمي، الأم قد دفعت حساب زوجها ابنها وزوجته. قالت في الرسالة كنت أعلم أنني لا أستطيع أن أحضر معك مرة ثانية، لكنني على موعد معك أن تتعشى على حسابي، فهذا العشاء، وبدل أن أكون معك أحببت أن تكون زوجتك الغالية معك بدلا مني. يقول بكيت أنا أقرأ الرسالة، أين أنا عن هذا الحب؟ أين أنا عن هذا الحب؟ 21 عاما، 21 عاما، 20 عاما. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله. قدمت لكم هذه المادة من موقع وذكر الإسلامي www.وذكر.net.